عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. يوم جديد بفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بس صلوا على النبي وترحموا على جدتي وحطوا لايك للفيديو وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا يا جماعه، الفيديو اللي انا كنت بصوره ده كان رابع يوم من رمضان. حلو كده، انا مش عارفه الفيديو هينزل لكم امتى، بس ده كان رابع يوم رمضان. فالمهم ماما قالت لي ايه، تعالي كده نقوم نعمل كده حاجه حلوه نطلعها لله وللقرايب بقى وللكلام ده كله، عشان ايه؟ على روح جدتي كده يعني، وكده يا رب يجعله في ميزان حسناتها. فقلت لها خلاص ماشي. فتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هنا جبت الحله، وبعدين حطينا في الحله رتل من الميه. حلو كده، وحطت عليها ربع معلقه من الملح، ربع معلقه بس، حاجه بسيطه خالص من الملح. حلو كده. واول ما هتغلي معايا الميه معايا ايه، حوالي قولي مثلا نص كيلو من الرز، غسلاه ونقعاه حوالي ربع ساعه. حلو كده، ربع ساعه تنقعي فيه الرز بتاعك، وبعد كده حطيه في الميه اللي هي بالملح وسيبيه لغايه لما يستوي خالص. زي ما انتم شايفين استوى معاكي وكله زي الفل. احنا كنا بقى ايه، غاليين هنا معانا اللبن اللي احنا كنا غاليينه ده كان 6 كيلو، وبعدنا جبنا كيلو كمان بقى 7 كيلو من الايه اللي هو اللبن الحليب اللي هو البلدي، غليناه. وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله عامل قشطه جميله جدا جدا. وده كمان يا جماعه احنا مش ببيتينه، احنا جبنا الحليب الظهر لما كنا بنعمل الفطار، وغليناه وسبناه على جنب لغايه بعد المغرب. صلينا المغرب وصلينا العشاء، وبعد كده قمنا عملنا رز بلبن. حلو كده. يعني القشطه دي لو كان الحليب تعمليها باحسن حاجه، يعني تعمليها كده زي ما بتعملي في البيت. حلو كده، حلو. لو وصلتوا معايا بقى لغايه هنا احط لايك للفيديو. ماشي. ماما بقى ده بقى حطت القشطه كده زي ما انتم شايفين، وده كمان كيلو الحليب التاني بس ده ما اتغلاش بقى. بعدنا جبناه برضو، وقمنا ايه، ماما حطيته على طول. ماشي كده. وبعد كده بقى هنبدا ان احنا نفضل نقلب فيه كده، واهم حاجه يا جماعه النار هاديه خالص. ماشي. بصوا بقى هنا يا جماعة، ال7 كيلو حليب والنص كيلو رز خدوا معانا كيلو من السكر أو كيلو وربع، يعني ما كملناش كمان الربع من السكر. تمام كده. ماما بدأت حطت السكر، وبعدين بدأنا نقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه. وبعد كده هتجيبي طبق هتحطي فيه ادي معلقتين 3 4 معالق من النشا. حلو كده، 4 معالق من النشا. وهتحطي على ال4 معالق من النشا الظرفين بتاع اللي هو الكريم شانتيه ده اهو. زي ما انتم شايفين هنا كانت قالت لي حطي نص الكيس، وبعد كده قالت لي لا بقول لك ايه، يلا حطي الظرفين. قلت لها ماشي. حطينا ظرفين مع 4 معالق من الدقيق مع كوبايتين من الميه. لو عايزه تحطي حليب حطي، لكن احنا طبعا عشان عاملين الرز بلبن كله بحليب فمعلقتين كوبايتين الميه مش هيأثروا. وهنا بقى كنا عمالين نتعازم انا وماما، هي تقول لي هتقلب وانا اقول لها لا والله لا انا اللي اقلب. وبعد كده سبت المعلقه ورحت جبت المضرب. هتيجي برضو تقول لي نفس الموضوع وانا برضو اقول لها لا والله لا انا اللي مقلبه. هنفضل ايه ماسكين المضرب انا وهي دلوقتي. ماشي كده. المهم اهم، بصوا اهو بنتخانق كده على المضرب. اهم حاجه تدوبي الكلام ده كله كويس جدا. وهنا بقى الحله كانت خلاص ما فيهاش منفذ خالص اني نحط بقيه النشا والكريم شانتيه. فهنعمل ايه بقى، هنجيب حله صغيره على عين الصغيره اللي جنبيها. ماشي كده. وهننقل تمام عشان نعرف نقلب وندوب النشا مع الكريم شانتيه مع الايه مع الرز بلبن بتاعنا. اهو عايزه اقولك مش هياخد معاكي اي وقت والله العظيم، وهيطلع معاكي زي الفل. وعايزه اقول لكم اقسم بالله كانت قرفته خفيفه جدا جدا، وكان طعمه قمر. هنا بقى بعد ما خلصناه خالص وشلناه اصلا من على النار، وجينا هنا بقى في الارض عشان نعبي، هنحط ايه الفانيليا بتاعتك. اهم حاجه تحطي الفانيليا في الرز بلبن، بتديله طعم وريحه خرافي. اهو زي ما انتم شايفين كده القوام بتاعه كان جميل قوي يا جماعه. والحمد لله الحمد لله كل اللي دق منه اقسم بالله شكر فيه. وعايزه اقول لكم تاني يوم اقسم بالله عملنا، يعني هنا كان عاملين 7 كيلو من الحليب زي ما انتم شفتوا كده. عبينا بقى العلب وعبينا الاطباق، لان علب هتطلع لله والاطباق بقى هتروح للجيران وللقرايب والحاجات دي زي ما قلت لكم. ماشي كده. وبعد كده هتجيبي بقى يعني الجمل بتاعك واللوز ومعاه كمان زبيب، وتبداي تزوقي العلب بتاعتك زي ما قلت لكم يا جماعه. اللي يطلع لله لازم تعمليه باحسن حاجه، اكنه بتعملي في البيت. فاهميني؟ اكنك بتعملي في البيت بالظبط. ماشي كده. وعايزه اقول لكم زي ما بقول لكم هنا عملنا 7 كيلو من الحليب، وتاني يوم عملنا كمان 6 كيلو وطلعناهم لله. بس بصراحه ما صورتش لاني عملناهم بالنهار وطلعوا بقى لصاحب نصيبهم. وزي ما انتم شايفين كده الشكل بتاعهم عامل ازاي، تحفه بجد. فيا رب يا رب يكون عجبكم الفيديو.
وهستنى رأيكم في الطريقة وفي التقديم والكلام ده كله، هستنى رأيكم، قولوا لي رأيكم بقى في الكومنتات، وما تنسوش بقى تحطوا لايك، واستنوني في فيديو جديد، وباي باي.